يبدو أن الحوثي يريد أن يضحكنا فعلا، من باب شر البلية ما يضحك. لقد خرج ذلك الخفاش الظلامي مصاص الدماء الكهنوتي زعيم أنصار اللهط والشفط من سردابه بشفة متورمة دامية من شدة مص وشفط دماء وأموال اليمنيين وأشياء أخرى. خرج يتحدث عن الحج وعما يسميه تعقيدات وجبايات وتكاليف الحج التي يفرضها كما يقول النظام السعودي على المسلمين. أعتقد أن هذا أكثر كلام يستفز حتى الأموات والجماد فضلا عن البشر الأحياء، ما أقدره وأشد وقاحته. وأذكركم من الذي يتحدث عن الحج وبلاد الحرمين السعودية العظمى التي أسرت قلوب المسلمين الموحدين وملكتهم بأياديها وخدماتها التي تقدمها بلا كلل ولا من ولا أذى، وأبهرت أبصارهم وأذهلت عقولهم بإنجازاتها وطاقاتها التي سخرتها لهم، ورسمت الابتسامة على وجوههم الضاحكة المستبشرة بحسن الرفادة من أكرم شعب وقيادة. الذي يتحدث عن الحج وعن آل سعود عليهم سلام الله هو السيء الغائط أجلكم الله، ذلك الحوثي العلج المجوسي الوثني المشرك الذي كعبته وقبلته ومقدساته في قم، ولا علاقة له بالعروبة والإسلام ولا بمقدسات المسلمين سوى علاقة الثأر لسلالته الفارسية التي داس عليها العرب متسترا بالإسلام وآل البيت، وهو الذي فجر مساجد اليمنيين المسلمين وحولها إلى مراقص لأتباعه الشواذ ومكبات للقمامة. الذي يتحدث عن الجبايات في الحج هو ذلك الحوثي السارق اللص الذي نهب أموال الشعب اليمني وبنوكه ويسلب أموال اليمنيين طوال العام، مخترعا مئات المناسبات المرتبطة بدينه الوثني، دين الخرافة لنهب أموال الناس، بالإضافة إلى ما يسميها الخمس والمجهود الحربي والمولد النبوي وغير ذلك. الذي يتحدث عن جبايات الحج هو ذلك الحوثي الإرهابي قاطع الطريق وزارع الألغام في البر والبحر ومفجر البيوت ومختطف وقاتل الأطفال ومغتصب النساء تاجر المخدرات وناشر الشذوذ قواد الفرس ديوث حوث أرخص المرتزقة وأفسق الفسقة. الذي يتحدث عن الحج والمشاعر المقدسة هو ذلك الحوثي أول عدو لله وللمسلمين في هذا العصر، يجرؤ على قصف مكة مقتفيا أسلافه القرامطة الحوثيين الأوائل حين وصلوا إلى الكعبة عام 317 للهجرة، حين ذبحوا 30,000 حاج في صحن الطواف وردموا بئر زمزم بالجثث وتبول قائدهم على الكعبة وسرقوا الحجر الأسود لما يقارب من 12 عاما حتى استعاده المسلمون، وهذه حقائق تاريخية ثابتة. وها هي تلك الجرذان اليوم تحلم بأن تعيد الكرة، تغلي صدورهم حقدا على بلاد الحرمين وشعبها وقيادتها التي شرفها الله وأعزها بخدمة حجاج بيته، متناسين أنهم أمام السعودية العظمى، فليموتوا بغيظهم. وأنا أقول لها: دولة التوحيد سودي، سودي وجه الحسود، يا وكورا لصقور، يا عرينا للأسود، دولة عظمى بحق، من صعود لصعود، من سعود لسعود، دأبهم آل سعود، منذ قاموا لسمو لم يعودوا للقعود، كلما جادوا بحاد قال للأمجاد عودي، فارس الأحلام لبى حلم نجد حين نودي، خيمة العرب فتاها قام فيها كالعمود، مد سلمان محمد عهده أزهى العهود، إنه عهد الجدود عاد في ثوب جديد، همة دون حدود وبعزم كالحديد، كم تحدى من محال وتصدى لمريد، لم تخب رؤية صقر قربت كل بعيد، والأيادي البيض تترى كحجيج في صعيد، حقق الأحلام قسرا إن بوعد أو وعيد، جل من ولاه أمرا عز من ركن شديد، وقف العالم يرنو لفتى العصر الوحيد، دولة التوحيد فامضي حيث يمضي لا تحيدي، أغدقي خير الوجود أنت يا قلب الوجود، طبت دارا طبت أهلا فاحكم الدنيا وقودي، نلت بالقوم العلا لا بوقود أو نقود، أنجدت نجد شعوبا كل منكوب شريد، أمطرت في كل صوب دون برق أو رعود، لا تبارى في البرايا بعقول أو زنود، صيدها أسمى ملوك جندها خير الجنود، بندها أشرف بند لم ينكس كالبنود، والسعودية روح وصروح للخلود، حاضر يزهو بآت وبماضيها التليد، بلد الأقداس ليست ببلاد للبليد، والذي حج إليها عاد منها كالوليد، أقدس الأوطان صبي أنهرا حبي وزيدي، وارصدينا للأعادي أوصد الأفق وصيدي، أنت يا مهوى فؤادي موردي نبع وريدي، أنت مضمار القوافي أنت لي بيت القصيد، أو ما أهداك قلبي كل شعر في رصيدي، حزت ما في وسع ودي والسعيدي صعودي، ردد القلب نشيدي لك نبضا فأعيدي، أبشري يا دار عز بمدى العمر المديد. ناصر العشاري.